اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. النهارده فيديو مسائي مهم جدا. موجودين اعلى محلات العصافره، بالتحديد اعلى كوبري المشاة اللي موجود في منطقه العصافره، امام بقى مستشفى مبره العصافره. على ايدينا الشمال كمان موجود شارع المعهد الديني، اشهر اسواق اسكندريه، والسوق اللي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ناس كتير جدا جدا بيتمنوا ازالته. عايز اقول لك بقى ان كل المحلات اللي موجوده على ايدينا الشمال دلوقتي، انا بدات الفيديو بيها ليه؟ بدأت الفيديو بيها عشان أوريك الشكل بين اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي، وهننزل على أرض الواقع عشان نكمل ونتابع الجزء التاني بقى من حملة إزالة محلات العصافرة. حملة ضخمة جدا، حملة كبيرة بدأت معانا النهاردة من صباح اليوم، ولكن تم هدم بعض الأجزاء، لسه الإزالة بالكامل ما انتهتش. عشان اكون واضح مع حضراتكم، ده الجزء الثاني من الفيديو، واستنوا ان شاء الله بكره ممكن يكون معانا فيديو او اتنين لحد ما ننتهي من ازاله محلات العصافره بالكامل. طيب ايه الجديد بقى وايه اللي معاك دلوقتي؟ هقول لحضرتك اللي انت هتشوفه معانا ده اثناء سقوط السقف الكبير اللي بيربط ما بين او اللي بيغطي معظم محلات العصافره زي ما حضراتكم شايفين. كنا بدأنا النهارده بقى بتصوير الجزء اللي أول المحطة أو الجزء المجاور لموقع محطة العصافرة، وده اللي كان متاح تصويره الصبح، ولكن ده التصوير أو الجزء التاني بقى بعد ما تمت عمليات الإزالة بالفعل. زي ما احنا شايفين السقف الكبير جدا جدا اللي قدام حضراتكم ده هيسقط دلوقتي. بمجرد طبعا سقوط السقف يبقى احنا كده انتهينا من هدم الجزء ده. طيب ليه بقى يا ياسر بيتم إزالة المحلات دي؟ وهل بقى أصحاب المحلات دول ليهم أي تعويضات؟ هقول لحضرتك. بصوا في البداية بس، احنا كلنا متابعين مع بعض تنفيذ مشروع مترو ابو قير، المشروع الاكبر والاضخم في القرن الواحد وعشرين داخل محافظتنا اسكندريه زي ما احنا شايفين يا جماعه. طبعا عايز اقول لك ان سقوط السقف ده من الحاجات الصعبه جدا جدا، وبيتم متابعه الموضوع من خلال الشركه المنفذه. بيقفلوا الطريق وبيوقفوا الناس عشان ما يحصلش لا قدر الله اي اضرار او اي اصابات. زي ما احنا شايفين الناس دول كلهم تابعين للشركه المتخصصه باعمال الهدم، شركه الشرف، واللي تابعه للحاج اشرف الشيمي، وهي المتخصصه في ازاله محلات السكه الحديد. تابعنا معاهم بقى ازاله محلات المنظره، وما زالت الاعمال مستمره زي ما احنا شايفين. ده جزء كده من محلات العصافره. طيب ليه ما تمش ازاله الجزء ده؟ هقول لحضرتك. الحمله النهارده كانت بتاخد من اول المعهد الديني لحد موقع محطه العصافره بالتحديد. اما الجزء اللي قدامك ده ان شاء الله في الايام القادمه هيتم استكماله، لان عاجلا طبعا في الايام القادمه عاجلا اجلا كل المحلات اللي موجوده او كل المحلات اللي انا بقول لحضراتكم عليها ان شاء الله هيتم ازالتها. ده الهدف منه ايه؟ الهدف منه فتح مسار اسفل مترو اسكندريه. يعني ان شاء الله المترو هيبقى معانا علوي في المنطقه دي. شايفين يا جماعه اعداد كبيره جدا جدا من المحلات. المترو في المنطقة دي هيبقى معانا علوي، وأسفل المترو هيبقى عندنا طريق تقدر تعدي منه العربيات زي ما احنا شايفين، ولكن الطريق هنا هيبقى اتجاه رايح للمنظرة فقط لا غير. والطريق التاني اللي هو برضو ملك حفني ولكن بحر السكة هيبقى اللي نازل اتجاه سيدي بشر. فالمشروع كبير والمشروع ضخم جدا جدا. كده احنا رجعنا تاني عشان نصور الجنب التاني، عشان بقى اوري حضراتكم الشكل النهائي للأعمال بعد ما تم إزالة جزء كبير من المحلات. زي ما احنا شايفين يا جماعة عملية الإزالة مستمرة، عملية الإزالة ضخمة جدا جدا. هل بقى الناس دي يا ياسر ليها تعويضات؟ ده أكتر سؤال بقى بيتسأل لنا في الأيام اللي فاتت. إيه موضوع التعويضات؟ عايز أقول لحضراتكم المحلات دي بالكامل إيجار، يعني المحلات دي مش تمليك، لأن ممكن لو حد تعويض حد لصاحب محل تمليك، ولكن الناس دي كلها بقى يعني محلاتها ايجار، سواء بقى مأجر من السكة الحديد، مأجر من اي مكان تاني. انت مالكش تعويض. طبعا عارف ان في بيوت كتير جدا جدا مفتوحة من المحلات دي. عايز اقول لك بس الاول واحنا شغالين بقى كل شوية كان بيعدي علينا العربيات الخاصه بشركه اوراسكوم اللي احنا عدت من جنبنا دي، فيها الشده المعدنيه الخاصه طبعا بتنفيذ الخوازيق، او دي بتاعه الجزء العلوي من الاعمده اللي بيتم بقى بعد كده صب الخرسانه فيها. قريبين طبعا على ايدينا اليمين بالظبط دلوقتي موقع محطه العصافره، تم تحديد موقع المحطات، وكمان اتعمل سور خارجي كده. احنا بنقرب اهو.
طيب بنقرب ليه بقى؟ بنقرب عشان نوري حضرتك تصوير من ارض الواقع، وكمان عايزين نشكر بقى الناس اللي شغاله. الناس كانوا مبسوطين جدا واحنا بنصور، والناس عمالين يقولوا لي بقى مش المفروض تشكرنا، مش المفروض بقى تذكر اسامينا، فبنشكر كل واحد شغال. الحمله ضخمه جدا زي ما احنا شايفين، طبعا راجل كبير في السن وشغال شغل زي ده، ربنا يعينه وربنا يقويه. فالمحلات زي ما بقول لحضراتكم الناس دي ملهاش اي تعويض، لان المحلات تابعه للسكه الحديد، وده مشروع قومي، وبالتالي انتهت بقى مده التعاقد بتاعهم. وطبعا جالهم الحي اداهم مهله وقال لهم احنا محتاجين المحلات عشان هيتم تنفيذ المشروع ان شاء الله. طيب هل بقى هيكون في بديل او في محلات بديله؟ هقول لحضرتك لحد الان مفيش اي كلام عن حاجه زي دي. يمكن بعد كده مش عارفين بقى ومش واضح لينا اي حاجه. في ناس بقى بتقعد تتكلم وتقول لك تحت المترو هيتم تنفيذ مجموعه محلات. المكان اللي انا شايفه يسمح بالكلام ده هو محطه سيدي بشر. محطه سيدي بشر مساحه المحطه كبيره جدا جدا، ممكن نستفيد منها، وممكن اي محطه تانية نستفيد بعمل مول تحت المحطه ان شاء الله. تبقى حاجه جميله، حاجه تليق بالمشروع اللي انا بقول لحضراتكم عليه. فالايام القادمه باذن الله ده اهو، ده الحديد اللي بيطلع ناتج اعمال الهدم والازاله. المشروع كبير جدا جدا، وان شاء الله هنفضل متابعين مع بعض لحد نهايه عام 2026، ونقدر نشوف المترو دي المحلات اهو بعد الاخلاء، والمحلات دي خلاص بتستعد للازاله. طبعا الحي بيجي لك بيقول لك بقى ايه عايزين المحل، عايزين حضرتك تفضي المحل، وبيديك مهله بقى، وحضرتك بيبقى مطلوب منك انك تنفذ عمليه الاخلاء في خلال المده دي واكتر اللي بيحصل. او عشان نكون واضحين مع بعض وصراحه، مفيش حد بيخلف المده، الموضوع بيطول عن المده المحدده. يعني ممكن يقول لك اسبوع، الموضوع يوصل لشهر كمان، لان اكيد الناس مش هتشيل في يوم وليله. ده سوق المعد الديني، وده بقى لينا قصه كبيره جدا جدا معاه، والتكاتك هنا منتشره انتشار كبير جدا جدا. كل المحلات اللي على ايدك اليمين دلوقتي اهو اللي احنا بنتفرج عليها دي تم اخلاءها بالكامل، وما زالت اعمال الازاله مستمره. هننزل برضو بكره يا جماعه، خليكم متابعين معانا ان شاء الله. هننزل برضو بكره عشان نشوف الجديد ونتابع بقى. هنفضل لحد ما نوصل للانتهاء من محلات العصافرة، زي ما خلصنا كلنا مع بعض في محلات المنظرة. تابعنا لحد اخر خطوة، باقي بس محل واحد كان باقي في المنظرة. ولما سألت بقى الحاج اشرف الشيمي المسؤول عن الشركة اللي بتقوم بأعمال الهدم، قال لي ان شاء الله هيتم ازالته المحل، بس عشان كان يوم ازالة المنظرة المحل كان مغلق وكان فيه بضاعة، فما بنقدرش نتعرض لأي حد او لأي محل موجود والمحل يكون فيه بضاعة. فان شاء الله في خلال ايام قليله جدا هيكون تم الانتهاء من محلات العصافره. بعد الانتهاء من محلات المنظره يبقى احنا كده اخدنا الجزء ده. نبدا بقى بعد كده في ايه؟ نبدا بعد كده نخش على مرحله محلات تانية، واكيد حضراتكم عارفين انا اقصد ايه. انا مش هذكر بقى اسامي، كل واحد عارف انا قصدي. المرحله اللي جايه هتكون انو محلات. زي ما احنا شايفين عمليه اسقاط السقف بيتم طبعا هدم الحوائط الجانبيه، ثم بعد كده الاعمده بيسيب عمود في الاول وعمود في الاخر، وبعد كده بيروح يهد العمود ده عشان يسقط السقف بنفس الشكل اللي احنا بنشوفه. على ما اظن ان التغطيه بتاعتنا النهارده كانت كافيه. تابعنا من خلال البث المباشر، ثم استكملنا من خلال الجزء الاول من الفيديو، ثم الجزء الثاني اللي قدام حضراتكم. كده شفنا الشكل النهائي اللي وقفنا عنده النهارده. لسه في استكمال بكره باذن الله. تابعوا معانا كل جديد، ما تنساش تشرفني بالاشتراك، هتوحشني جدا جدا من هنا للفيديو اللي جاي. دمتم في حفظ الله وامانه. السلام عليكم ورحمه الله من امام ازالات العصافره، ازاله محلات السكه الحديد، ازاله عشوائيات اسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.